أهلا بكم يا أصدقاء في قناة رزق الإلكترونيات، وأهلا بكل الأصدقاء اللي اشتركوا بالقناة. النهاردة إن شاء الله معانا بطارية 9 فولت. دي بطارية 9 فولت. طبعا البطارية دي تلفة معايا، هنفكها كده ونشوف هنقدر نستفيد من الخلايا اللي جوه في البطارية ولا هتبقى تلفة معانا. هنشوف هنقدر نستفيد منها ازاي. اول حاجة دلوقتي انا فكيت العازل ده وفكيت برضو العازل اللي فوق ده، وهنبدأ نقطع الكفر ده كده عشان نطلع بالخلايا اللي هنا دي. هنبدأ طبعا ببنسة كده ونبدأ نفك او نقطع العازل ده. ويستحسن طبعا يا اصدقاء ان احنا واحنا شغالين في بطارية زي كده نبقى لابسين واقي في ايدينا او عازل، عشان طبعا المواد اللي فيها بتبقى خطرة، ربنا يسترها علينا وعليكم. انا طبعا مش لابس، بس انا بقول لحضراتكم يعني. اهو كده طلعنا بالخلايا وادينا عدت اتعورت اهو، عشان كده بقول لحضراتكم. طبعا دي كده بتبقى عبارة عن 6 خلايا اهو. دي كده بطارية قلنا 9 فولت، عبارة عن 6 خلايا. ادي 1 2 3 4 5 6 خلايا. هنبدأ نفك دلوقتي خلية، هنشيل العازل ده الأول وهنطلع خلية خلية ونقيسها مع بعض ونشوف هنقدر نستفاد منها ولا تلفة معانا. طبعا يا أصدقاء هنبدأ كده نطلع بالخلايا. طبعا أنا لبست جوانت مؤخرا طبعا بعد ما اتعورت، فحضراتكم البسوا الجوانت طبعا او عازل قبل ما تشتغلوا في حاجة زي كده. هنبدأ طبعا كده دلوقتي ايه، نفك العازل ده بالشكل ده كده يا اصدقاء اهو. ده عازل اهو عشان نطلع بالخلايا. هنطلع بقى بيها خلية خلية كده اهي، خلية خلية اهي بالشكل ده كده. هنبدأ نجيب الافوميتر بتاعنا، ادي الافوميتر بتاعنا اهو، وهنبدأ نقيس بقى الخلايا دي كده مع بعض اهو. دي كده يا اصدقاء معانا اهي. دي كده عاطية معايا 3/10 فولت. هنركنها. هنقيس اللي بعدها عاطية معايا كام. دي مش عاطية معايا حاجة. هنبدأ نجيب الخلية اللي بعد كده بالشكل ده، 3 برضو من 10. هنبدأ نجيب اللي بعد كده مش عاطية حاجة. كده فاضل معايا خليتين. هنبدأ نقيس كده مش عاطية حاجة. هنبدأ نقيس كده بالشكل ده، مش عاطية برضو معايا حاجة. يبقى اذا دلوقتي يا اصدقاء احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا كده فكينا ال6 خلايا بتوع البطارية. كده عندي 4 تلفين تمام، واتنين برضو يعتبروا تلفين لانهم 3/10. ف3/10 و3/10 لو وصلتهم مع بعض هيدوني كده 6/10، يعني نص فولت او 7/10. ملوش لازمة، بس الفكرة دي كده انت تقدر تطبقها على بطارية تكون الخلايا بتاعتها شغالة. يعني انا كده وريت لحضرتكم الطريقة فك البطارية والتوصيل البطاريات زي ما حضراتكم شايفين كده. دي ال6 خلايا اللي بيبقوا في البطارية، 6 خلايا، كل خلية فيها
بتبقى بتحصل على 1.5 فولت، عشان كده هتديني 9 فولت. تمام. احنا كده يعتبر فكناها، بس ما استفدناش كده منها بأي حاجة. لكن هي الفكرة ان انا دلوقتي لو عندي البطارية وفيها فولت معين، انا ممكن افك الخلايا واخد الفولت. يعني مثلا لو عايز احصل على بطارية مثلا 3 فولت، هوصل خليتين مع بعض زي دول كده. مثلا عايز احصل على 6 فولت، هوصل 4 خلايا مع بعض. ولو يكن مثلا انا هيبقى مثلا في البطارية، انا بالنسبة لي البطارية كل الخلايا بتاعتها بايظ. لكن حضراتكم او في بطاريات مثلا ممكن يبقى خليتين بس بايظين و4 شغالين، فاحنا هنستفاد بالاربع خلايا دول. بس كده يا اصدقاء، دي كده كانت معلومة على السريع كده، ومعلومة بسيطة ان انت تقدر تستفيد من الخلايا اللي بداخل البطارية اللي هي ال9 فولت. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعمني لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد.